ازيكم يا اصحابي؟ النهارده يا جماعه هنقول شويه حاجات كده، اغلب الناس المبتدئه بتقع فيها، وبرضه حتى في ناس قديمه في بلوكس فروت يعني لقيتها حتى فعلا بتقع في الاخطاء دي. فانا قررت ان انا اعمل فيديو للاخطاء اللي الناس بتقع فيها علشان ما تضيعش وقت في اللعبه دي وتلفل بسرعه. قبل ما اقول لك ايه الغلطات اللي انت ممكن تقع فيها في بلوكس فروت، اقول لك بس على حاجه بسيطه سريعه. انا يا جماعه عامل جيف اواي على روبوكس وعلى اي فاكهه بيرب انت تختارها. الجيف اواي دي يا جماعه هتكون على 2000 روبوكس. الجيف اواي القديمه كانت على 500 روبوكس، واخترت خمسه يكسبوا الروبوكس دي، زائد ان في واحد سادس كسب فاكهه الكنترول. لا يا جماعه ما تفوتش الجيف اواي دي. شروط الجيف اواي دي سهله جدا جدا. اول شرط طبعا انك تتابعني وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. تاني شرط انت تكتب لي اسمك دلوقتي في الكومنت، علشان لو انت كسبت اقدر اتواصل معاك وابعت لك الجائزه بتاعتك. فزي ما بقول لكم دي مش اول جيف اواي انا عاملها، انا عملت جيف اواي قبل كده والجيف اواي القديمه دي خلصت، وبنخش على جيف اواي بعدها على طول. حاجه كمان اخيره، ان انت ممكن تخش دلوقتي سيرفر الديسكورد بتاعي. سيرفر الديسكورد هبدا اعمل عليه جيف اوايات خاصه واوزع عليه حاجات الناس اللي في السيرفر الديسكورد بتاعي بس. تمام، غير ان احنا اصلا كلنا اخوات مع بعض في السيرفر، بنخش نلعب مع بعض، بنساعد بعض. وبرده لو دخلت سيرفر ديسكورد هينزل عليه اسعار الفواكه متحدثه، يعني البوت كل شويه لوحده بيبعت اسعار لو الاسعار اتغيرت او حاجه. فتابعني لان انت كده كده هتكون مستفاد اصلا، سواء من السيرفر ديسكورد اللي معايا تمام والفيديوهات اللي انا بنزلها. وعايز اقول لك ان انا عامل اصلا حرفيا خلصت اكواد بلوكس فروت كلها، يعني عامل سلسله اكواد بلوكس فروت. خلصت اكواد بلوكس فروت كلها، هسيب لك اللينكات بتاعتها اسفل الفيديو. تمام، هم حوالي 6 اجزاء، وعامل فيديو اصلا كمان لاهم اكواد بلوكس فروت. الفيديو ده كان فيه حوالي 34 كود حاجه زي كده. تمام، فمعلش لو طولت عليك في المقدمه دي، بس حبيت اوضح لكم بس الناس لسه اول مره تشوف المحتوى بتاعي. فيلا بينا على اول خطا ناس كتير بتقع فيه. لو انت لسه مبتدئ يا معلم في اللعبه دي، عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا، ان انت لما تيجي تكسب مثلا ايتمز معينه اكسسوري، حاجه مثلا زي الحاجات دي، يعني انت مثلا مش لابسها، انت فكر ان ده شكله وخلاص. انا عايز اقول لك على حاجه، ان انت مثلا لو انا لابس دي، أنت مفكّرها مثلًا إن هي شكل وخلاص، هو يعني أو شكلها مش عاجبك أو كده يعني. فلأ يا معلم، دي بتزوّد لك damage. لابس accessory إزاي؟ accessory بس بتزوّد damage. يا معلم accessory بتزوّد damage، وفي حاجات مثلًا accessory معيّنة بتخلّيك تجري بسرعة، في accessory بتخلّيك مثلًا تمشي في المَيّة عادي وأنت واكل فاكهة. يعني مثلًا الaccessory اللي معاك أنت مش عارف الaccessory دي بتعمل إيه، في accessory بتدّيك healthy، فأنت عايز تعرف الaccessory اللي معاك دي بتعمل إيه. فأنت لمّا تروح عند الcoffee كده، بتروح عند الراجل ده تسأله كده. تمام، هو بيقول لك أنا هاخمّن الحاجة اللي معاك دي بتعمل إيه. فلو ضغطت على دي، فبيقول لك إن دي بتزوّد damage 10% من الdamage الأصلي بتاعك. فدي accessory أنت لابسها بتعمل حاجة معيّنة. لو جيت تشوف مثلًا حاجة زي دي، تمام، وتروح هنا هيقول لك مثلًا حاجة تانية دي بتزوّد 7% من الدمج. دي حاجة أنت ممكن ما تبقاش واخد بالك منها، إن دي بتزودك دامج، بتزودك هيلثي، بتديك قوة معينة، بتخليك تجري، بتخليك سريع. مثلا أنت مثلا يعني دي سرعة طبيعية اللي أنا بجريها دي مع أي حد في بلوكس فروت. لا، في حاجات معينة بتخليك تجري أسرع من كده بكتير، تخلي حرفيا أسرع واحد في اللعبة ما يلحقش، إلا طبعا لو معاه فاكهة معينة بتجريه يعني. تمام، حاجة كمان يا شباب عايز أتكلم فيها. لو أنت لسه مبتدئ، موضوع مهم جدًا صدّقني. لو أنت شخص مبتدئ في اللعبة دي، يعني أنا هاقول لك كلام دلوقتي مهم جدًا في التلفيل. لو أنت فتحت فاكهة وأنت لسه مبتدئ مثلًا في العالم الأول، وجات لك فاكهة قوية مثلًا، ما تستعجلش إن أنت تاكل فاكهة قوية، لإن ده مش هيكون حلو في التلفيل. أحسن فاكهة لو أنت شخص مبتدئ فاكهة اللايت أو فاكهة البودرة. الفاكهتين دول يا جماعة أحسن فاكهتين للتلفيل. فأنت حرفيًا لو جات لك فاكهة قوية مش هتساعدك في التلفيل. أنت كشخص مبتدئ محتاج حاجة سريعة في التلفيل. فاكهة اللايت، فاكهة الأيس، فاكهة البودرة، دول أحسن فاكهات تلفّل بيها، تقتل بيها بسرعة. تمام، لأن ده اللي أنت محتاجه، مش عشان جات لك فاكهة قوية فأنت بتتسرع فتاكل فاكهة قوية ومش عارف إيه والحاجات دي كلها. ده غير إن أنت أصلًا لو أنت بتاكل، نفترض مثلًا جالك كنترول، جالك دراجون، جالك فاكهات، يعني فاكهات التوب اللي في اللعبة. فلو جات لك أي فاكهة من فواكه التوب بتاعة اللعبة، فأنت لو كلتها فأنت يعتبر بتضيّع عليك فواكه كتير جدًا أنت محتاج إن أنت تجربها. مثلًا واحد مثلًا جاله نِفْس إن هو يجرب فاكهة الدارك، يعني مثلًا أنا عايز أجرّب فاكهة الشادو، عايز أجرّب فاكهة الكريشن. الفواكه دي أنت مثلًا ممكن تجرّبها. يعني مثلًا أنت وأنت داخل على فاكهة تانية، مثلًا أنت معاك فاكهة معيّنة مثلًا وعايز تخُش على فاكهة تانية، زهقت منها عايز تغيّر. يعني مثلًا لو جينا نروح عند الفواكه اللي عندي مثلًا، نفترض مثلًا إن أنت عايز تاكل الكنترول، يعني خلاص يعني خلّصت الفاكهة اللي عندك، زهقت منها عايز تغيّر. قبل ما تاكل الكنترول، لا يا معلم، خُش على الكريشن جرّبها، خُش على الspider يا عم جرّبها. ممكن فواكه تعبانة بس لأ، خُش مثلًا على الربا جرّبها، اللايت جرّبها. تمام، بعد ما تجرّب خلاص يعني حسّيت إن الفواكه دي مش جاية معاك سكة، كُل بقى الفاكهة القوية بتاعتك.
وبرضه ما انصحكش ان انت تاكل فاكهة قوية وانت تحت الليفل 1800 الحاجات دي يعني، عشان بس تستفاد بالفواكه، تجرب فواكه، وبرضه تكون في الاول معاك فاكهة تلفيل محترمة. عشان التلفيل يا جماعة انتوا عارفين التلفيل بياخد وقت قد ايه، الواحد ممكن ياخد مثلا يوم كامل انا بس هلفل. نيجي بينا بقى على الحاجة اللي في ناس كتير بتنساها، ايه هي؟ هاك التنبؤ يا جماعة. اعتقد هاك التنبؤ ده يعتبر بيبقى مع اغلب الناس اللي بتلعب لوكس فروت، غير الناس المبتدئة طبعا. ولو لقيت في ناس كتير عندي عايزة تعرف الهاكي ده بيتجاب ازاي، انا ممكن اعمل فيديو، اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا عايزين فيديو معين عن الهاكي ازاي تجيبوه كده يعني، فانا ممكن اعمل كده عادي، انزل فيديو ازاي تجيب هاك التنبؤ. طيب بس انا مش جاي اكلمك الفيديو ده ازاي تجيب هاك التنبؤ، لا انا جاي اكلمك في الفيديو ده بنصحك بقول لك طور هاك التنبؤ. طب طور هاك التنبؤ ازاي يا جماعه؟ بتشغله بس انت بتشغل هاك التنبؤ فبتطوره. فهاك التنبؤ لو وصل لليفل اعلى من الليفل اللي هو فيه، تمام، بتقدر تشوف الخصم اللي قدامك معاه فاكهة ايه، بيستخدم ايه، معاه سيوف ايه، ايه القوة اللي معاه، الدمج بتاعته، الهيلث بتاعته، الانرجي بتاعته، الحاجات دي يعني مثلا اول ما بتاخده تقريبا بتقدر تتفادى ضربة واحدة بس او ضربتين تقريبا، بعد كده لما بيتطور معاك بتتفادى ضربتين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، فبيزيد معاك ان انت تتفادى ضربات كتير علشان لو انت بتلعب بي في بي، تمام. او حتى برضه لو انت بتلعب بتقتل بوس، يعني طبعا انتوا عارفين دي حاجه مهمه، ولما تخسر من بوس دي حاجه بتضايق، بتقعد تخسر في باونتي وبتاع والحاجات دي يعني، تمام. حاجه كمان هاكي التصلب. هاكي التصلب يا جماعه، طب ايه يعني نعمل ايه بهاكي التصلب؟ مش فاهم. هاكي التصلب موجود اهو، انا بقول لك طور وبنصحك اقول لك انك تطور هاكي التصلب. طب لما بيتطور هاكي التصلب ايه اللي انت بتستفاد بيه لما انت بتطور هاكي التصلب؟ دامج اعلى يا معلم، دامج اعلى. لما تطور هاك التصلب بتاخد دامج اعلى. طب ازاي بتطوره وانت بتستخدم فاكهه اصلا مش بتستخدمه؟ شغل يا باشا هاك التصلب وتستخدم الاسلوب بتاعك بس، وتقعد تقتل في بوتات، هتلاقي نفسك بتطور في هاكي التصلب. فدي حاجات يا جماعه في ناس كتير فعلا بتطنشها، بس صدقني الحاجات دي هتزودك جدا 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 في بلوكس فروت. تلعب بي في بي هتلاقي نفسك حرفيا كامل. انت ممكن فتره تشتغل على التلفيل، طبعا التلفيل ابدأ بيه طبعا اول حاجه يعني، بعد كده وانت بتلفل طور الهاك، يعني مثلا حرفيا ما تلفلش ابدا الا وانت مشغل هاك التنبؤ. هاك التنبؤ يا جماعه مهم جدا جدا جدا، سواء بتلعب بي في بي، بتقتل بوسات، بتقتل بوتات، فهاك التنبؤ هيفيدك في حاجات كتير جدا، فانت ضروري تطور الاتنين بس يا جماعه. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها، علشان بس يعني تلاقي نفسك بتلفل بسرعه وبتوصل لمستويات عاليه في بلوكس فروت بسرعه. نروح على النصيحه اللي بعدها وهو التريد. بصوا يا جماعه التريد في ناس كتير بيضحك عليها جامد قوي قوي، خصوصا الناس اللي لسه داخله العالم التاني، بتبدا تعمل تريد مع ناس كتير. تلاقي واحد مثلا عارض عليك فواكه جامده قوي قوي وشكلها حلو وقيمتها عاليه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، وفي الاخر اصلا هو بيضحك عليك. يعني مثلا فاكهه البوضه رخيصه ومتوفره وحلوه جدا في التلفيل، يجي مثلا واحد يحط لك فاكهه اغلى منها بس هي اضعف منها. يعني مثلا واحد عايز يبدل بوضه بكريش، فاكهه الكريشن تقريبا اغلى، واحد مثلا عايز يبدل بوضه بسبايدر، يعني مثلا فاكهه البيضه دي ما شفتش حد بيستخدم فاكهه سبايدر اصلا وفاكهه تعبانه، فبيتريد بيها وهي اغلى، تمام، بس هي مش قويه يا جماعه. فاكهة السبايدر مش قوية، يعني مش من الفاكهات الحلوة يعني للناس المبتدئة خالص. فزي ما قلت لكم من أحسن الفواكه للناس المبتدئة البوضة، اللايت، الحاجات دي، لأن هي فاكهة ممتازة جدا في التلفيل. حتى مثلا لما تيجي تعمل إيقاظ لفاكهة معينة تروح تعمل المهمة دي، أنت ما بتحتاجش غير بوضة. كلنا عارفين إن المهمة دي هي بوضة اللي بتخلص الكلام في المهمة دي عشان تعمل إيقاظ لفاكهة معينة. برضه عايز أقول لكم على حاجة مهمة يا جماعة، أسعار الفواكه مهمة وبتتغير، وفي موقع اسمه بلوكس فروت فاليو، الموقع ده بيوريك القيمة بتاعة الفواكه، تمام. بس عايز اقول لك على حاجة يعني اسهل لك بكتير، بدل ما تخش على مواقع وكده يعني، سيرفر ديسكورد يا جماعة، في روم في السيرفر عندي، الروم دي يا شباب بينزل عليها اسعار الفواكه وبتتحدث. يعني مثلا من ساعتين نزل تحديث لسعر الفاكهة سموك مثلا، للسعر بتاعها مثلا. عندك مثلا فاكهة الفونكس السبايدر من 18 دقيقة نزل لها تحديث للسعر بتاعها. فبس البوت عندي شغال كل شوية بيبعت تحديث لسعر الفاكهة، فبس انت كل يوم مثلا او كل ما تفتح اللعبة خش السيرفر عندي، شوف الفواكه اتحدثت اسعارها ايه، اسعارها ماشية ازاي، علشان تبقى عارف الاسعار وتبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. فانا مسهل عليك الدنيا كلها في موضوع اسعار الفواكه. نيجي لموضوع مهم جدا جدا، دي اغلب الناس المبتدئة هي اللي بتقع في الموضوع ده. نروح عند الستس يا جماعه، كل ما اي حد يلفل يجي له مثلا بوينتس، بيجي يعمل ايه؟ يوزع البوينت كلها على دول كلهم. هو مش فاهم. انت كشخص مبتدئ زود الهيلث بتاعتك، زود الانرجي، زود البلوكس فروت. لو انت بتلعب سيف زودها، انا صراحه ما العبش سيوف، او تلعب جن زوده، بس انا ما بنصحش اي حد مبتدئ يبدا بسيوف، ابدا ببلوكس
فروت. انت لما تزود البلوكس فروت قوه الفاكهه عندك بتزيد، تزود الهيلث بتاعتك، الانرجي، عشان الحاجات دي مهمه جدا للناس المبتدئه. فبس انا ما انصحكش الصراحه ان انت تزود السيوف او تلعب جن في الاول خالص، لان الحاجات دي انا مش ناوي اجربها دلوقتي، ناوي اجربها بس بعدين. فطور من نفسك في الفاكهه، لان دي اهم حاجه، هي والهيلثي والميلي اللي هو الانرجي. فدي نصيحه كده للناس المبتدئه علشان ما حدش يقع في الموضوع ده، لان انت في الاخر ممكن تتضايق تلاقي نفسك بتوزع البوينت كلها على الحاجات دي كلها، فانت بتضيع وقت وبتضيع مجهود، تضعف الفاكهه بتاعتك، ما بتخليهاش تقوى بسرعه. فبرضه يا جماعه نصيحه اخيره ممكن ما تكونش ليها لازمه قوي، تمام؟ لو انت شخص مبتدئ ما تلعبش PvP، انا شايف كده الصراحه، يعني ده رايي انا، ولو حد معترض على رايي فعادي يكتب لي رايك في الكومنت. بس انا بصراحه انا شايف ان انت لو انت بتلعب PvP فانت بتضيع وقت، يعني انت شخص مبتدئ ركز على التلفيل والمهمات وان انت تجيب فواكه، بس ما تلعبش PvP، تمام؟ صدقني صدقني والله هيجي عليك وقت وهتبدا تلعب PvP وتحب الPvP جدا. انا شايفها ضياع وقت على الفاضي. ممكن حد مثلا يجي يقول لي انا عايز اتعود على الPvP، اجرب الفاكهه بتاعتي في الPvP. لا انا بصراحه شايفها ملهاش لازمه لو انت شخص مبتدئ في اللعبه. انا بس كل الفكره اللي عايز افهمه لك ان في اولويات في اللعبه دي عشان بس تضييع الوقت. انا بتكلم يا جماعه، يعني هدف الفيديو ده موضوع تضييع الوقت، ما تضيعش وقتك على حاجات ملهاش لازمه في الاول. فبس كده يا جماعه هو ده الفيديو. يعني انا حاولت اجيب اخطاء ناس كتير قوي بتقع فيها في بلوكس فروت وبتضيع بيها وقت. زي ما انتم شايفين انا هدف الفيديو ده ان انتم ما تضيعوش وقتكم في حاجات ملهاش لازمه او ملهاش لازمه في الاول. يعني الPvP خليه بعدين، فواكه القويه مثلا لما تيجي تاكلها خليها بعدين مش دلوقتي. فبس احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وشجعوني، ان شاء الله في محتوى جامد جدا هعمله في بلوكس فروت الفتره اللي جايه. فتابعني علشان ما يفوتكش المحتوى اللي انا بنزله، وخش السيرفر ديسكورد بتاعي، صدقني هتكون مبسوط. هنلعب مع بعض، نتكلم مع بعض، هنساعد بعض. وما تنساش طبعا تكتب لي اسمك في الكومنتات علشان الجيف اواي ما تروحش عليك، لان انت بمجرد تكتب لي بس اسمك في الكومنتات بس انت كده خلاص دخلت الجيف اواي معانا، تمام؟ وان شاء الله تكسب، لان انا حرفيا شغال جيف اويات على طول، ما بوقفش. الجيف اواي بتخلص الفيديو اللي بعديه بتلاقيني عامل جيف اواي. بس كده يا جماعه الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير، ويلا يا جماعه مع السلامه.